في مكان في الوطن العربي لو قربت منه تحس انك داخل بوابة لعالم تاني. مكان مرعب وغامض واسمه لوحده بيخلي قلبك يدق. الناس بتسميه كهف مجلس الجن. فين الكهف ده؟ الكهف موجود في سلطنة عمان. اللي ماشي في المنطقة دي ممكن يعدي جنبه وما ياخدش باله، لانه من فوق شكله مجرد 3 فتحات في الارض، بس الحقيقة تحت الفتحات دي في كهف ضخم ومرعب، واحد من أكبر الكهوف الجوفية في العالم. كبير قد إيه بقى؟ تخيل معايا كده، الكهف ده ممكن يشيل جواه 12 طيارة بوينج 747، والفتحات اللي في السقف بيدخل منها نور بسيط بيخلي شكل الكهف من جوه كأنه قاعة سرية للجن. وصوتك لما يتردد جواه بتحس ان في حاجة بترد عليك. اكتشف ازاي بقى؟ الكهف اكتشف سنة 1983 على ايد عالم امريكي اسمه دون ديفيسون، كان بيدور على مياه جوفية، واول ما شاف الفتحات دي قرر ينزل، ونزل بحبال لأكتر من 100 متر، ولقى نفسه في قاعة عملاقة ساكتة لكن فيها رهبة غريبة. ليه بقى اسمه مجلس الجن؟ الناس اللي عايش حوالين الهضبة من زمان كانت بتسمع أصوات، وكانوا بيشوفوا نور بيطلع من الفتحات دي، فقالوا أكيد ده مجلس الجن وبيجتمعوا فيه بالليل، ومن هنا جاء الاسم المرعب كهف مجلس الجن. ممكن ندخله بقى. الكهف مش مفتوح للكل، لو حابب تزوره لازم إذن خاص من وزارة السياحة العمانية، وكمان محتاج تبقى محترف تسلق ونزول بالحبال، لأن النزول صعب وخطير، يعني مغامرة مش لأي حد. كهف غامض ومرعب وجماله يخوف، بس خلي بالك مش كل فتحة في الأرض تستاهل تكتشف اللي وراها.